ناوكي، تلقينا أوامر جديدة من السيد لي تورس. لكن يا دراغون، أنت متعب. صحيح. ها؟ هنالك برنامج آخر هو الذي ستقوده في المعركة القادمة. هذا البرنامج صنعه لي تورس بنفسه لينوب عني. هيا يا مثيل جاكون، عليك القضاء على كينتو وكراديون. انتظرني يا كينتو. نحن في عام 2100 وقد تطورت الاتصالات تطورا مذهلا، ولكن فجأة في مدينة ألعاب العالم الافتراضي تعطل البرنامج الأساسي وعلق مجموعة الأطفال داخل الألعاب. يكتشف كينتو أن الفيروسات هي المسؤولة عن هذا العطل، ويبدأ بالتصدي لها مع كراديون محاولين إخراج الأولاد العالقين هناك. ويخوض الاثنان معارك عنيفة ضد البرامج التي يسيطر عليها دليتورس، وحولها من برامج دفاعية إلى برامج قتالية تخدم خطته الشريرة. يتغلب صديقان على هذه البرامج ويرسلانها إلى الصيانة لكي تستعيد نظامها الأساسي. وفي المعركة الحاسمة ضد دليتورس تأتي البرامج لمساعدتهما. ينجح كراديون وفينيك أون في الاتحاد إذ تتضاعف قوتهما ويسددان ضربة موجعة إلى دليتورس. اسمع يا ناوكي، مثيل جاكون شبيه تماما ببرنامج جاكون الذي أنقذه كراديون، لكنه أقوى. أنا أثق بك وأنتظر أخبارك. فهمت. هل أنت مستعد؟ مستعد. سيدي، لقد ظهر فيروس جديد وهو يهاجم البرامج التي تعمل على حماية نظام الأمان. ماذا تقول؟ إنه عنيف، يدمر البرامج تدميرا تاما يا سيدي. يا إلهي، إنه يتقدم نحونا بسرعة. لنهاجمه. أعطني جميع المعلومات المتوافرة عنه. لقد خرب 90% من البرامج التي ضربها يا سيدي. أطلق البرنامج المضاد. راقب اتجاه حركته. حاضر. ما الذي حدث؟ لقد سيطر الفيروس على المكوك الفضائي. هيا أيتها الكسول، أسرعي قليلا. مارو، أرجوك انتظر. ما الأمر؟ يجب أن نسرع فكينتو ينتظرنا. أعلم، ولكنني تعبت من الركض. أمرك غريب اليوم يا آدي، فقد تعبت بسرعة. ما ذاك الشيء في الأعلى؟ يا إلهي، إنه مكوك الفضاء. غريب.
تأخر مارو وآدي هكذا؟ ما الذي يفعلانه؟ ما الأمر يا ترى؟ انظر، هذا هو. أجل، ولكن إلى أين يتجه؟ إنه يطاردنا. يا إلهي، ما الذي سنفعله الآن؟ ما الذي يجري؟ آدي، آدي، مارو، كينتو! تقدم. أين أنا؟ يبدو أن كينتو علق هناك. كنتو. كنتو. آدي، أنت بخير؟ لابد أن هذا من صنع دليتورس. يجب أن أخرج من هنا بأقصى سرعة. آدي، جدي، عمي، لقد علق كنتو هناك، كينتو؟ لقد سحبته الزوبعة. وهو لا يستطيع الخروج. فقدنا السيطرة على هذا المكوك، إنه يتحرك وحده. إذا لم تفعل شيئا فسيؤذى كنتو. هيا ابتعدوا. عمي، هذه هي. أنا قادم. انتظر يا كينتو. ماذا؟ صعب. عمي. أنت بخير؟ اطمئن، أنا بخير. كنتو. ما العمل؟ القمر الصناعي هو الذي يوجه الأوامر إلى المكوك، وقد فقدنا السيطرة عليه، ولكن فيه وحدة تحكم داخلية. إذا استطعنا السيطرة عليها وإيقافها فسنوقف المكوك. وكيف نفعل ذلك؟ لدينا حاسوب في السيارة. آدي، حاولي. حاضر. كنتو، أرجوك تشجع.
النتيجة. خطأ. لماذا يا آدي؟ صار الفيروس يتحكم في جميع البرامج، ولذا لم تستطيعي أن تفعلي شيئا. ولكن دكتور، عمي، إنه قمر سيء، لماذا لا تدمرونه؟ صحيح، أحسنت. هناك قمر بالقرب من القمر الذي يتحكم في المكوك. سأرى. حركيه نحو القمر الأول. عندما يصطدم الاثنان سيتوقفان عن العمل، وتنقطع الأوامر عن المكوك الفضائي فيسقط أرضا. فهمت يا جدي. جيد، والآن أعطيه أمرا بالتحرك. حالا. بني، استيقظ. كنتو! أبي، انظر هناك. أنتم بخير؟ أجل يا عمي. ولكن كيف حدث هذا؟ أنا بخير، شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء. كنتو، إلى أين؟ إلى العالم الافتراضي. قلقنا عليك، ولكنك بخير والحمد لله. قل لي يا كراديون، أيمكننا الانطلاق الآن؟ أنا مستعد، لكن هل أنت على ما يرام؟ أجل لا تقلق، هذا الألم الخفيف يجعلني أكثر قوة. إذا هيا بنا، سنلقنهم درسا قاسيا. パルスを送りひたすら生きるために君の瞳の中生まれたばかりの夢のかけらも強さに قولوا إلى كراديون. 時代に飛び込む勇気のファイヤーの苦しみがالعد التنازلي للانطلاق 9 8 雲の切れ間に光が見える全て静かにしだしている思い出を逃したから君を探る夢世界がそっと扉を開ける明日へと向かうために悲しみに試され والآن التحول إلى كراديون المقاتل.
لماذا يا جاكون؟ لا، انظر جيدا يا كينتو، إنه ليس جاكون. نعم، هذا صحيح. هذا مثيل جاكون، صنع من برامج جاكون الحقيقي نفسها. مثيل جاكون؟ سرق دراغون البرامج وقدمها إلى دليتورس الذي صنع مثيل جاكون. ليتورس يستطيع فعل هذا، إنه ماهر في صناعة المقاتلين الأشرار. احذر يا كينتو، احذر! ابتعد بسرعة يا كراديون! لقد بدأت المعركة. اصمت، يجب أن ننتصر عليه. إنه سريع جدا ولا يمكنني أن أحدد اتجاه حركته. حاول ثانية. ابتعد أيها المزيف! ماذا أرى؟ إنه جاكون الحقيقي. كراديون، أنا سأكون سلاحك. التحول إلى قذيفة جاكون! القوة المتحدة! الإشعاع المدمر! رائع! جاكون، شكرا جزيلا لك. لا تقل هذا، إنه واجبي. كان الأمر خطيرا جدا يا كينتو. وهذا يجعل النصر أجمل، أليس كذلك يا كراديون؟ دليتورس يحاول القضاء على كينتو مباشرة، وهذا يجعله في قلب الخطر. يا للأسف أخفقنا ثانية. لا تقلق، حتى لو قضوا على جاكون المزيف فلدينا برامج أخرى أكثر قوة، ولن نتوقف حتى نقضي على كينتو وكراديون. بالتأكيد. تخيل أن ينام جميع سكان المدينة وأن تكون أنت الشخص الوحيد المستيقظ. إنه أمر صعب جدا، لكن الأصعب أن يبدأ هؤلاء الأشخاص بمهاجمتك استجابة لأوامر تأتيهم عن طريق الطاقة المغناطيسية التي تسيطر عليهم. على كل حال، إنها إحدى خطط دراغون لعزل عن كراديون، ولكن هل سينجح؟ تابعونا وشجعونا حتى نهزم الأشرار.